السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات وأكلات من مطبخي. اليوم نشارك معكم دجاج مقلي ما شاربش الزيت، كيجي غزال، كيجي لذيذ وبواحد الطبقة اللي هي مقرمشة من على برا. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا لا فيديو. هنا بالنسبة للمكونات خديت 500 غرام ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج مقطع. غنحك عليه واحد درس كبير ديال الثومة، معلقة صغيرة ديال الزنجبيل او سكينجبير مطحون، وغنضيف معلقة صغيرة عامرة ديال لا موطارد. من بعد غنضيف واحد 2 معالق كبار ما عامرينش ديال صلصه الصوجا. كنخلط هاد المكونات هادو مزيان حتى كينسجموا. من بعد كنغطي هاد الدجاج بواحد الفيلم اليمونتير وكنوضعو في الثلاجه تقريبا من ساعه حتى 3 ديال الساعات. بالنسبه ليا هنا خليته غير ساعتين. عندي كذلك واحد البيضه. بالنسبه لهاد الكميه ديال الدجاج بيضه كتكفي صافي، وعندي واحد شويه ديال لا شابلور. بالنسبه للبيضه ضفت لها واحد شويه د الملحه، غنخلطها مزيان وغندوز ناخذ هذوك القطع ديال الدجاج كنوضعهم في البيض، ومن بعد كنوضعهم في لا شابلور وكنستمر بنفس الطريقه. صافي هنا غناخذها وغادي نلبسها مزيان بهذيك لا شابلور وكنستمر حتى كنكمل كاع الدجاج اللي عندي. من بعد كنكون سخنت الزيت ديالي وغنقص عليه العافيه ونوضع هذوك القطع يتقلاو ديال الدجاج. ضروري كتسخنوا الزيت في الاول مزيان ومن بعد كتنقصوا عليها باش داك الدجاج ديالكم كيطيب من الداخل وكيجي فتي، وفي نفس الوقت كتكون هذيك القرمشه بهذاك الطبقه ديال البيض ولا شابلور وما كتحرقش لكم وكتجي زوينه وكتكون حتى المذاق ديالها كيجي زوين. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تعجبكم، وما تنساوش تخليو لي واحد لايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. صافي بهذه الطريقه كنكمل. وهذا هو الدجاج مقلي اللي حضرت معكم اليوم، راه لذيذ وسهل في التحضير كيف لاحظتوا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله تعالى.